وسيدنا الأنبا كراس يمكن فيكم شاف العظات بتاعته أو شاف تعاملاته في النت. قال لي أنت فين؟ قلت له أنا في سمنود. قال لي طب تعالى وديني عند الأنبا رفائيل. قلت له حاضر. رحت معاه وركبنا العربية، وأول ما ركبنا عمال إيه؟ يصلي. فأنا عايز أقول له أنا جايب لك أكل سخن، لأنه هو كانش بيهتم أوي. فقال لي كل شويه بتبص لي ليه يا اخي؟ سيبني يا اخي، عندي واجب يعني قانونه الروحي بيكمله المزامير. فسكت بقى لغايه ما وصلنا بنها، يعني حوالي عمال يصلي حوالي ساعه وربع كده. جاله تليفون، فتح السبيكر ولقيت واحد معرفوش بيقول له ايه، حاف كده، انت كراس؟ سكت كده، قال له انا خدامك كراس. وفوجئت لقيت الشخص هو مسيحي يعني، لقيته قاعد يشتم سيدنا شتايم من اصعب ما يكون. سيدنا سكت شويه في الاول، لقيته بيقول له ايه، شكرا. يشتمه ويقول له متشكر، ما بين شكرا ومتشكر. طبعا انا ايه، بصيت له، قام راح عمل لي كده يعني خليك في السواق. لقيت الاخ ده ايه بيزود في الغلط، وسيدنا يقول له شكرا متشكر. قمت انا عملت له كده، شايفيني ورا كده يعني ايه، اقفل ايه في وشه. قام راح عمل لي كده، ما مالكش دعوه. لقيت الاخ ده بيزود فيها قوي بقى، الموضوع طول يعني. قمت انا مهدي في الزراعي عشان اعمل ايه، اشد الموبايل من ايد سيدنا واقفل في وشه السكه. ابونا برضو وراجل راجل يعني متواضع جدا يعني. فجاي بشد من الموبايل، لقيته بيقول لي ايه، خلي بالكوا بقى الموضوع ده مأثر فيا جدا روحيا طبعا. قام راح بعد الموبايل بعيد كده، سيبني يا اخي انا بحب انغلب، ويقولها كده، سيبنا انغلب، انا عايز اخش السما يا اخي، الشيطان بيحاربني بيك، سيبني انغلب.